اليوم راح أسوي وياكم تمن الباقلة العراقي الأصلي، من الأكلات العراقية الشعبية اللي تقريبا كل العراقيين متفقين على حبها. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدأ هالوصفة خطوة بخطوة. أولا أبدي بالسر اللي يخلي تمن الباقلة لونه أخضر والطعم والنكهة مركزة. كوب من الكراث ثرمته ناعم، وكوب من الشبنت أيضا ثرمته ناعم، وراح أضيف كوبين من المي وأخلط المكونات وبعدين أصفيها حتى أحصل على السائل المركز اللي يعطي اللون الحلو والنكهة والطعم المميز لهذا التمن. بقدر راح أضيف مقدار من الزيت، وعندي هنا بصلة كبيرة الحجم مقطعة ناعم، راح أضيفها على الزيت وراح أحمس المكونات إلى أن يذبل البصل وتبرز رائحته ويتغير لونه. عندي هنا 800 غرام من الباقلة المفرزة، متوفرة بكل الأسواق. النوع اللي أستخدمه أني هو الكفيل، هذا يكون ممتاز بالطبخ، يعني بتمن الباقلة يطلع ممتاز، ما يحتاج سلق. وهذا الفيديو مو إعلان، لكن بس أوضح لكم إنه هذا النوعية أنا دائما أستخدمها بوصفاتي. هنا عندي باقة كبيرة من الشبنت ثرمتها ناعم، راح أضيفها مع الباقلة والبصل وراح أقلبهم تقريبا من 3 إلى 4 دقائق. عندي هنا كوبين من الرز البسمتي نقعته لنص ساعة تقريبا، وراح أضيف ملح وأنطيه تقليبا من دقيقة إلى دقيقتين. بعدها راح أضيف السائل المركز اللي حضرته، وأضيف مقدار من المي حسب الحاجة، بشرط إنه المي والسائل يكون بمستوى الرز ما يعلو عنه، لأن إذا على المي راح يعجن التمن عندنا بالنهاية، لأنه الباقلة والخضار أصلا بيها سوائل، فإذا ضفنا كمية سوائل زايدة راح النتيجة تكون مو ناجحة والتمن يطلع عندنا معجن. تركته بالبداية على حرارة متوسطة، بمجرد أن ينشف المي راح أتركه الآن على حرارة هادئة جدا إلى أن يتهدر، وبعد ما يتهدر أيضا أتركه والحرارة مطفية، أتركه بمكانه فد ربع ساعة. وجهز ويانا تمن الباقلة، اللون يشهي وحبات التمن متناثرة والطعم ولا أروع، والباقلة جدا مستوية ومحافظة على شكلها بنفس الوقت. نصب التمن بصحن التقديم، ويتقدم ويا التمن هذا يا أما الروبة أو السمك أو الدجاج المشوي حسب الرغبة. وإن شاء الله عجبتكم طريقتي، وأنا متأكدة إذا جربتوها راح تعتمدوها دائما.